عندي حاجة أخيرة سريعة خاصة بالكرة العربية، لأنه هناك بعض اللاعبين العرب اللي تألقوا الحقيقة في هذا الأسبوع، فلازم إن احنا نسلط الضوء عليهم وعلى اللي قدموه في هذه الفترة من المسابقات الأوروبية ومع الدوريات الأوروبية. وشخصيا هقف عند واحد أو اتنين فقط لا غير، وإن شاء الله يكون موجود معنا بعد كده الكلام عن لاعبتنا العرب في كل حلقة بإذن الله. هتكلم الأول عن أشرف داري. ليه أشرف داري؟ لأنه أشرف داري اللي انتقل حديثا لبريست كان عنده مباراة صعبة جدا جدا مع مارسيليا، تعادل 1-1، وموقع اتش فوت نيوز 24 اداله تقييم 6.5 من 10. لكن بص على الكلام عليه وده المهم: هيمن على الصراعات الثنائية وعرف المغربي كيفية احتواء مليك، واحتواء مليك مش بالأمر السهل. فاز في الصراعات الثنائية بشكل مثالي، خاصة في موقع المدافع الأخير أمام ماتيو جندوزي في الدقيقة 65، ظهور مقنع للغاية في الدوري الفرنسي للاعب الوداد السابق. أشرف داري اسم اتكلمنا عنه هنا أنا ودكتور عادل سعد كلام كتير جدا جدا جدا. انتقلوا لبريست خطوة موفقة تماما، خد 3 صراعات ثنائية من ال3، في الهوا 4 من 7، خد خطأين، دقة تمريرات 83%، فهي مباراة ممتازة لأشرف داري قدام مارسيليا. الآخر اللي عايز أتكلم عنه